في الفيديو ده هنبدأ نتعلم ازاي بقدر اتحكم في الفيو للورك شيتس عندنا. يعني انا عندي مثلا ورك شيت هو دايما بيبقى في الهيئه بتاعه النورمال، اللي هو عادي اقدر اشوف الروز والكولومز والبيانات بتاعتي. بس احنا عندنا اشكال تانية من الفيوز للورك شيتس عندنا، تعالوا هنجربها مع بعض عملي دلوقتي انا عندي الورك شيت، هروح على تاب الفيو واروح اقول له من الورك بوك فيوز. هو دايما في الشكل النورمال اللي هو بيبقى عندي روز وكولومز وسيلز. ممكن اروح اقول له طبق لي مثلا حاجه اسمها البيج بريك بريفيو. فكده بيعمل ايه؟ بيج بريك ريفيو دي بتعمل ايه؟ من اسمها اللي هو بيقسم لي الصفحات بتاعتي. يعني مثلا لو انا رحت دلوقتي قلت له مثلا زود لي الخط الازرق ده، فكده هيبدا يخش في بيج رقم 2. يعني بصوا كده بدا يخش في بيج رقم 2. فانا لو رحت سحبت الخط الازرق ده بالجنب فكده هيبدا يزود لي صفحات بالجنب. فلو رجعت تاني فلاقي بيج 1، بعد كده تحت بيج 2، بعد كده بيج 3 4 5 6 وهكذا. هو بيقسم لي الصفحات بتاعتي. طبعا لو انا واقفه في النورمال مش بيبان التقسيمه دي خالص، وبالنسبه لي كله صفحه واحده. بس طبعا في الطباعه او لما اجي احول البيانات بتاعتي البي دي اف بتفرق. فمهم جدا واحنا في الطباعه او احول البيانات بتاعتي للبي دي اف لازم اروح على البيج بريك بريفيو واظبط السكيل للطباعه، او السكيل ده هيظهر ازاي في البي دي اف عندي. فمهم جدا واحنا في البي دي اف او في الطباعه اظبط السكيل للصفحه بتاعتي، سواء هطبع صفحه او صفحتين، شكله ازاي هيبقى في البي دي اف عندنا. طيب يبقى احنا كده في البيج بريك ريفيو بقدر اظهر عندي تقسيمه الصفحات بتاعتنا. طب لو انا قلت له بيج لي اوت، هيبدا يقول لي انا كده بقدر احط الهيدر واقدر احط فوتر. يعني ايه هيدر وفوتر؟ لو انا مثلا عايزه احط اسم الشركه بتاعتنا مثلا جمالتك، واديله فورمات معينه، هسلكت عليها وهقول له مثلا من تاب الهوم كبر لحجم الخط شويه، اعمله بخط بولد، لونه مثلا بلون مختلف، مثلا اعمله لي بخط ايتاليك مثلا. فده كده انا عنوان حطيته. طبعا لو البيانات بتاعتي تتقسم لكذا صفحه فهلاقي جمالتك دي بتتكرر في كل الصفحات عندنا. يعني مثلا انا حاليا عشان احنا بس عندنا صفحه واحده هجرب لكم لو انا عندي اكتر من صفحه. طب ممكن ايه تاني في الهيدر احطه؟ لو رحت عند الهيدر اند فوتر تولز هلاقي ممكن احط مثلا في الهيدر، ممكن احط بيج 1 ان دي صفحه 1، صفحه 2 وهكذا. ممكن ايه تاني احطه في الهيدر اند فوتر؟ هروح عند الهيدر اند فوتر تولز هلاقي فيه مثلا عندي في الهيدر ممكن احط بيج 1 يعني ترقيم للصفحات، بيج 2 هكذا، بيج 1 اوف كذا يعني مثلا لو هم 20 صفحه فدي صفحه رقم 1 من ال20، صفحه 2 من 20 وهكذا. او احط اسم الورك شيت عندي اللي هو اسمه مثلا فيو ورك شيتس، او احط مثلا كل الكونديشنز او كل الاوبشنز او السيتنج بتاعه الفايل بتاعنا. فممكن اعمل ده مجرد بس هنا مثلا يحط لي الباس بالفايل بتاعي، هنا يحط لي ترقيم الصفحات، هنا مثلا انا عايزاه يحط لي مثلا الكرنت ديت او الكرنت تايم، مثلا هقول له حط لي الديت فيحط لي النهارده مثلا 27/3 وهكذا. فانا بقدر اتحكم في الهيدرز عندي. نفس القصه في الفوتر، ننزل تحت في اخر الصفحات في الفوتر مثلا هيدر اند فوتر، اروح عند الفوتر وهقول له مثلا دخل لي مثلا ترقيم الصفحه بيج 1 واسم الفايل بتاعنا اللي هو مثلا مديول 7 وهكذا. يبقى احنا حاليا من الفيو كمان بنقدر زي ما قلنا خليه في النورمال. طبعا في النورمال مش هيبان بقى عندي الهيدر اند فوتر ولا اي حاجه خالص. هل في هيدر اند فوتر ظهر عندي؟ لا، بيبان في الطباعه وبيبان لما بنيجي نحول البيانات بتاعتنا لبي دي اف. طبعا لو رحت قلت له دلوقتي من فايل وبرنت مثلا هلاقي عندي فعلا حاطط لي الهيدر وحاطط لي فعلا الفوتر. احنا طبعا كنا فتحنا صفحات اكتر فكل طبعا بقيت الصفحات فاضيه، بس مقرر لي فعلا الهيدر مقرر لي الفوتر. يبقى احنا كده من الفيو اتكلمنا ازاي هو تلقائي بيكون نورمال. ممكن اروح احول البيج بريك بريفيو، ممكن اعدل دلوقتي واقول له مثلا لا انا مش محتاج كل الصفحات دي، احنا كده كده فتحنا صفحات فاضيه، فقللي السكيل خالص. ونفس القصه من تحت، قللي السكيل بتاعي وخليه على السكيل الصفحه فقط اللي انا عاملاه. يبقى من فيو في نورمال، بيج بريك فيو، في برضه بيج لي اوت اللي انا بقدر اظبط الهيدر اند فوتر، مش عايزه حاجه بقدر امسحها بكل بسهوله. وبرضه قلنا من الهيدر اند فوتر تولز عندنا في شويه اوبشنز كده ممكن نعملها. ممكن نحط ترقيم الصفحات، عدد الصفحات الاجماليه، الكرنت ديت التاريخ دلوقتي، التوقيت مثلا، المسار بتاع الفايل، اسم الفايل، اسم الورك شيت، صوره مثلا بلوجو الشركه. عايزه اروح عند الفوتر واحط برضه نفس القصه. ممكن كمان نتحكم في الاوبشنز بتاعتنا، مثلا اخلي مثلا different first page مثلا او odd او even وهكذا. فاحنا بنقدر نتحكم في الهيدر اند فوتر تولز. عايزه اروح عند الهيدر واروح مثلا عند الفيو واقول له خليها لي رجعها لي تاني للنورمال. وبرده من الفيو بنقدر نتحكم في الزوم للصفحه بتاعتي. يعني انا ممكن اتحكم من تحت كده اكبر الزوم، اصغر الزوم شويه. ممكن اتحكم فيها من هنا من فوق، هقول له خلي الزوم بتاعي مثلا 100%، ده اللي هو الديفولت بتاعي. او ممكن اقول له زوم تو سيلكشن فيبدا يعمل زوم تو سيلكشن. طيب ممكن اقول له لا خلي الزوم بتاعي مثلا 75%، 50%. كاستم مثلا خليه مثلا 220 واقول له اوكي.
طب لا انا عايزه مثلا الزوم بتاعي مثلا يكون فيت سيلكشن مثلا، فهيبدا يقدر يعمل لي فيت عندي وهكذا. فبرضه ممكن اقول له من الزوم اعمل لي مثلا فيت سيلكشن وادوس اوكي فيعمل فيت سيلكشن عندي. طيب يبقى احنا كده من الزوم بنقدر نتحكم زي ما احنا عايزين، احنا عايزين نخليه برقم معين، عايزين نقدر نعمله فيت سيلكشن، نقدر نديله كاستم برقم تاني مفيش مشكله، عايزين نتحكم من تحت. نفس القصه في الفيو، كل الورك بوك فيوز دي هي الايكون دي هي فكره النورمال، فكره البيج لي اوت، فكره البيج بريك ريفيو. نقطة تالتة كمان عايزين نتكلم عليها في الفيديو ده هي فكرة الفريز. ازاي بقدر مثلا اثبت عمود او اثبت مثلا صف او اثبت مجموعة من الصفوف بحيث اما اجي انزل بالسكرول يفضل ثابت عندي، بحيث اما انزل بالسكرول يفضل ثابت عندي، ببقى شايفه مثلا الهيدر، شايفه اللوجو بتاع الشركه، اسم الشركه وهكذا. فاحنا حاليا عايزه اما اجي انزل بالسكرول يفضل اسم الشركه ولوجو الشركه والهيدر رو عندي يفضل ثابت، بحيث ابقى عارفه احنا واقفين فين، يعني مثلا ايه الكولوم ده بتاع ايه والكولوم ده وهكذا. فاحنا بنقدر نعمل ده ازاي؟ من تاب الفيو عندي حاجه اسمها فريز بينز، فانا بجمد الروز بتاعتي او الكولومز بتاعتي. فانا ممكن اقول له اعمل لي فريز للتوب رو، فكده بيعمل ايه؟ فريز توب رو، فكده بيثبت لي الصف الاولاني فقط، كده مثبت لي فعلا الصف الاول فقط اللوجو والاسم الشركه. طيب لو قلت له اعمل لي فريز كولوم، فيرست كولوم، كده هيثبت لي الكولوم الاولاني. لما اجي انزل طبعا بسكرول كده كده ما زال الكولوم موجود، بس لما اجي اروح بقى بالسكرول ناحيه اليمين فهيفضل الكولوم الاول ثابت عندي. فانا كده ممكن اعمل فريز للتوب رو، ممكن اعمل فريز للفيرست كولوم. طب عايزه اشيل فريز خالص هقول له اعمل لي ان فريز بينز. طيب احنا حاليا عايزين نعمل ايه؟ انا عايزه اثبت اول تو روز عندي، فساعتها بعمل ايه بقى؟ بقف صح. يعني ايه بقف صح؟ انا عايزه اثبت اول تو روز، فبقف اسلكت على الرول تالت واروح عند الفريز بينز واقول له اعمل لي فريز، بس كده. فكده هيثبت لي اول تو روز، هيفهم ان انا عايزه اثبت الروز اللي قبليه. تاني انا عملت ايه؟ هقول له ان فريز، اشيل الفريز خالص. انا عايزه اثبت اول تو روز، فاعمل ايه؟ هقف على الرول تالت اللي بعدهم على طول واقول له من الفيو عند الفريز اعمل لي فريز بينز، بس كده. اجي انزل بالسكرول هيفضل ثابت عندي. طيب لو انا عايزه بقى اثبت اول تو روز واول كولوم، فساعتها بعمل ايه؟ بقف في السل دي. تاني خليني اعملها لكم في شيت جديد. مثلا انا عايزه اثبت اول تو روز هخليهم مثلا بلون اصفر، واول كولوم، فانا بقف فين؟ بقف عند السل دي، لان هو بيثبت لي الروز اللي قبله والكولومز اللي قبله. هو بيدور هل في روز قبله فهيثبتهم، هل في كولومز قبله فهيثبتهم ويجمدهم عندي. فهروح لازم اقف عند السل صح، هروح من الفيو واروح عند الفريز واقول له اعمل لي فريز، بس كده. ففعلا مثبت لي اول تو روز، ولو رحت بالجنب فعلا مثبت لي اول كولوم عندي. الفكره اللي احنا نقف صح هيقدر يعمل فريز. حتى بصوا من شكل الايكون نفسها، هو عشان اقدر اقف يعني هروح اسلكت على الرو الاولاني، الكولوم الاولاني، فبقف عند السيل دي عشان يثبت الروز والكولومز اللي قبله. طب عايزه اشيل الفريز بتاعنا، فبروح عند الفريز واقول له اعمل لي ان فريز، فخلاص كده هيشيل لي الفريز اللي احنا عاملينه. يبقى احنا دلوقتي من الفيو قدرنا نشوف فكره الورك بوك فيوز، قدرنا ان احنا نتحكم في الزوم، قدرنا ان احنا نتحكم في الفريز. في الفيديو ده اتكلمنا ازاي بقدر اتحكم في الفيو للورك شيت ورك بوك عندنا، بفكره ازاي بتحكم في اللي اوت بتاعته. مثلا اخليها مثلا نورمال، اخليها مثلا بيج لي اوت، اخليها بيج بريك ريفيو، واتكلمنا كل واحد فيهم ايه الفرق ما بينهم. طيب وكمان اتحكمنا ازاي بقدر العب في الزوم، اخلي الزوم بتاعي كبير مثلا بكاستم معين، اخليه مثلا برقم جاهز، اخليه بفيت سيلكشن مثلا على حاجه انا عامله عليها سيلكت وهيعمل فيت عليها. ممكن كمان اتحكمنا في الفريز للبينز بتاعتنا، سواء بفريز مثلا روز او فريز كولومز، او بفريز رو كولوم بس، او مجموعه من الروز مجموعه من الكولومز. فاحنا من الفيو قدرنا ان احنا نتحكم حتى من اسمها فيو للورك شيت ورك بوك عندنا.